السلام عليكم. تعال اوريك فكرة بسيطة جدا ازاي تعمل طفاية من الجبس ورخيصة واحسن من البوليستر وشديدة كمان. كمل معي الفيديو للاخر عشان تاخد خلفية اتعملت ازاي. والطفاية يا جماعة جميلة جدا. بس فكل اللي هنعوزوه بتاع تعمل فيها تعجن فيها اسطمبة الطفاية. انا هشرح على اسطمبة الطفاية لكن هي تشتغل باي حاجة عادي وتعملها شديدة. تمام. الكتان اهم حاجة في الجبس علشان الكتان مسؤول 90% من قوة الجبس. تمام. وهوريك عملي دلوقتي وشرح كامل. هفضي شويه ميه صغيرين. وده الجبس يا جماعه عادي. جبس بالميه زين. تمام. فانت هتجيب ايه الكتاني بتاعك عادي. تفضي شويه. بعد ما تفضي شويه توزعهم زين. تمام. لازم تنزل الكتانة في الجبس عشان تشرب وتكش، يعني ايه، عشان ما تعملش هايش. تمام. ويا يا جماعة حط الكتانة عادي. بس وهتنزل عادي. تسيبها بالظبط دقيقتين تنشف زين. تشد زين العجينة عشان هي تعرف تسويها زين. تمام. بس وهتسويها زين وخلصنا. هتسيبها بالظبط ربع ساعة تنشف. بعد ما سيبناها بالظبط ربع ساعة نشفت. تمام. والجبس يا جماعة في منه أنواع. ده جبس بطيء لكن في جبس بينشف 5 دقايق، في جبس بينشف في 3 دقايق، وأنواع كتيرة في الجبس، سريع بطيء وسط. تمام. اهي دي اللي عملناها وفيها كتان، ودي معمولة ما فيهاش كتان. تمام. فأنا هوريك ايه فايدة الكتان. شايف دي اتفرغت بقت حتت خلاص. بس فدي اللي فيها ايه كتان. هوريك قوتها ازاي. بص الكتان عمل ايه. الكتان مسكها، يعني لو قعدت مرة 2 3 4 5 لولا ما تخبطها في الحيطة بقوة شديدة جدا، لولا ما تلاقيها اتكسرت. لكن التانية تتقطم، لو وقعت منك تتقطم نصين على طول. لكن بص الكتان عامل رابطهم في بعض. فالكتان يا جماعة مسؤول على الجبس 90%. الكتان بيدي قوة للجبس حلو جدا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة. وانا كسرتهم عشان اوريك قوة الكتان مع الجبس.